قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. قال لا. اسمع معي إلى ما قاله سيد الأنبياء في حديث جامع، في حديث يعتبر قاعدة أساسية ومدرسة أخلاقية: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اعقد مقارنة بين عليكم وبين وإياكم. عليكم بالصدق وإياكم والكذب. عليكم صيغة تحبيب وتشويق، وإياكم والكذب. عليكم صيغة إغراء وتحبيب وتشويق، وإياكم صيغة تحذير ووعيد وتهديد. وبين نور الوعد ونيران الوعيد يجب على المؤمن أن يلتفت يمنة إلى الصدق ليرى ما فيه من خير، وعليه أن يلتفت شمالا إلى الكذب ليرى ما يترتب عليه. هذا يهدي إلى البر وذاك يهدي إلى الفجور. البر يهدي إلى الجنة، الفجور يهدي إلى النار. هذا لو تحراه الإنسان كتب عند الله صديقا، وهذا إذا تحراه الإنسان كتب عند الله كذابا. كذابا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لأنه الأساس الأول في بناء المجتمع. لقد عودوا أنفسهم الصدق في كل شيء، حتى لقد قيل للعباس ابن عبد المطلب: أيهما أكبر سنا، أنت أم رسول الله؟ استحى العباس أن يقول أنا أكبر من رسول الله سنا، وجد في ذلك إساءة أدب على رسول الله، مع أنه أكبر من رسول الله سنا، لكنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني لكني ولدت قبله. تحرى الصدق وتحرى الأدب في نفس الوقت. ولما خرج الصادق المعصوم مع أبي بكر من غار ثور بعد أن تمكن من أمن الطريق يوم الهجرة، لقي رجل مشرك أبا بكر وهو يعرفه، فسأله: من هذا الذي معك؟ لو أن أبا بكر قال إنه رسول الله ربما اعتدى الرجل عليه، على رسول الله، فهو مشرك. ولو أنه قال ليس هو فإنه عندئذ قد يكون كذابا. فماذا قال أبو بكر؟ قال: هذا هاد يهدينا الطريق. وهذه عبارة تؤدي معنى عظيما. يهديني الطريق إلى الجنة، نعم. يهديني الطريق إلى المدينة، نعم. وكانت الكلمة صادقة، لأنه أبو بكر الصديق. فالكذب جريمة كبرى، وأشد الكذب أن يكذب الإنسان على الله ورسوله. قال الله